ده عيد ميلاد احمد ال25. كل سنه وانت طيب يا احمد. تخيل احمد بقاله 25 سنه ما لمس بنت، ما حضنش بنت. تخيل كميه المشاعر المكبوته جواه. بس احمد قرر خلاص انه لازم يتجوز لان الحلال افضل. احمد كده لازم يتجوز قبل ما الخير كله يروح. رمى التورته وكاب ورقه وقلم وعمل شويه حسابات. شقة صغيرة ب750,000 زائد تجهيزات الشقة 200,000 زائد ذهب قول 100,000 قول 120,000. نسيبها مفتوحة عشان الذهب عمال يطلع كل يوم. زائد زيارات وهدايا ومواسم ب30,000 وده طبعا على حسب فترة الخطوبة. زائد فرح ب30,000 يعني قول تقريبا كده مليون جنيه. مليون جنيه. أحمد مرتبه 5,000 جنيه. بحسبة بسيطة هتلاقيه محتاج تقريبا 16 سنة عشان يجمع المبلغ ده يبقى الخير كله راح والصحة كمان راحت. وده كمان 16 سنة على أساس إنه بيحوش مرتبه كله وبياخد مصروفه من مامته كل يوم. طب والحل؟ هو في حلين بس عشان احنا شعب سالك جدا فهنبدأ بالحل التاني، الحل الصعب، الجواز بالتقسيط. بص، الجوازة ام مليون جنيه دي بدل ما تقضي نص عمرك تحوش فيها او تتداين عشانها وتخش السجن، احنا هنقسطها. هنكتب كل التكاليف والمصروفات في القايمة، زي الفستان بقى، الشبكة، الخروجات، حق الشقة، العزومات، حق العربية بتاعة الزفة، حق المأذون، الضرايب عشان مصر بتحب الضرايب. وبعدين ندور على أي جهة أو بنك تمول الجوازة دي، تاخد القايمة وتدينا الفلوس كاش. نخلص الجوازة وبعد الفرح نبدأ نقسط بقى عشان نرجع حق القايمة. طبعا الجهة دي هتاخد فوائد عشان تكسب من الجوازة. وطبعا بما ان الجوازة بالتقسيط والعريس وابو العروسه هيقسطوا يبقى العروسه كمان هتتقسط. لا مش هنقطعها حتت وتاخد حته كل شهر، يعني كده بقت جنازه مش جوازه. العروسه هتفضل عند بيت ابوها وانت تروح كل اسبوع تاخد تصبيره بقى، بوسه، حضن، كلمه حلوه، او اي حاجه تهون عليك الايام لحد ما تخلص تقسيط. واما تخلص التقسيط يا عم يبقى خدها معاك الشقه، يبقى خدها معاك بيتك، ما انتم متجوزين. وبما ان الجوازه بالتقسيط يعني الغرض فيها التوفير، مش هنعمل فرح فاخر نعزم عليه ناس كتير ناكلهم على حسابنا ونفرحهم على حسابنا وكمان النسوان ترقص وناخد ذنوب على حسابنا. هنعمل فرح اونلاين والدعوه هتكون بلينك اللايف، واللي عايز يبارك في الكومنت. وبكده يعني نكون وفرنا 30,000 جنيه. واصحابك اللي عايزين يوجبوا معاك يخشوا برايفت يبعتوا لك الايموشن ده. كل حاجه بقت اونلاين حتى الواجب. نخش بقى على الحل السهل او الجوازه السهله. الجوازه السهله هي اللي بتركز على الانسان اكتر ما بتركز على الفشخره والمنظره وحجم الشقه ومحاوله ابهار الناس بسبب وبدون سبب، عشان الناس تفضل تتكلم عن جمدان الفرح والثراء الفاحش اللي احنا مش فيه وبنستلف فلوس عشان نعمله اصلا. انت لو غني وربنا رزقك ابهر الناس براحتك، انما تستلف عشان تبهر الناس وتعيش بقى حياتك تسدد في الدين ده غباء مطلق. وبعدين الناس هتنسى الفرح اول ما تشوف فرح احسن منه او مع مرور الوقت. يعني لو لقينا الشخص الصح اللي هو على خلق يبقى مش لازم نيش، مش لازم شقه ملك، ايجار عادي، مش لازم ذهب كتير، مش لازم فرح كبير، كفايه لمه العيلتين، مش لازم نيش، مش لازم كل الاجهزه الكهربائيه، يبقى نجيب الباقي بعدين، مش لازم اوضه اطفال في الاول لما ربنا يرزقنا، مش لازم خروجات مصاريف كتير، مش لازم نيش، مش لازم المبالغه في اعداد الكوبايات والشوك والاطباق. في الاخر احنا 2 بناكل كل يوم. الجوازه بتدوم على حسب الشخصيات، على حسب اختيارك الصح، مش على حسب قيمه القايمه اللي بتمضي عليها العريس عشان يفضل خايف انه يسيب بنتك كانك مهدده. في حاجه اوحش من ان بنتك تتطلق، انها تفضل عايشه مع واحد في بيت واحد وهي مش طايقاه وهو مش طايقها والقايمه ممسكاهم ببعض بالعافيه. عموما ربنا يرزقنا واياكم بالشخص المناسب اللي يكون عوض لينا في الحلال.